تعال اقول لك كل حاجه عن مباراتين الاهلي والزمالك اللي قبل القمه. طبعا الاهلي هيلاعب حرس الحدود والزمالك هيلاعب الجونه. هقول لك كل حاجه في حاله الاهلي فاز او خسر والزمالك برضه نفس الوضع فازت او خسرت. اولا قبل ما نبدا، الاهلي معاه 9 نقاط وفي المركز العاشر، والزمالك معاه 16 نقطه وطبعا متصدر الدوري المصري. طبعا الاهلي لو فاز امام حرس الحدود هيكون معاه 12 نقطه، هيطير على طول على المركز الرابع، والزمالك لو فازت هيكون معاه 19 نقطه بفارق كبير 7 نقاط عن النادي الاهلي. تعال بقى نروح في حاله الاهلي لو فاز والزمالك خسر. الاهلي لو فاز هيكون معاه 12 نقطة والزمالك معاه 16 نقطة، يعني فارق الزمالك بأربع نقاط. يقوم الأهلي جاي فايز في مباراة القمة كمان هيكون فارق الزمالك بنقطة واحدة، وكمان ولسه الأهلي ليه ماتش مؤجل. طب في حالة الزمالك اللي فازت والاهلي خسر، الزمالك لو فازت هيكون معاها 19 نقطه، والاهلي لو خسر هيكون معاه زي ما هو 9 نقاط، والزمالك هيكون فرقه بفارق كبير 10 نقاط. واعتقد كده ان النادي الاهلي مش هياخد الدوري لو خسر المباراه الجايه دي والزمالك فاز. فتوقعاتكم معايا للمباراتين الجايين دول اللي بين الاهلي والزمالك.